بسم الله وعلى بركة الله نبدي فيديو اليوم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين. شلونكم بنات؟ شلون الصحة؟ يا رب إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. وأنتم تشاهدون فيديو اليوم ورجعت لكم بعد غياب طويل، والحمد لله والشكر على كل حال. بعد يعني كل من وظرفه إن شاء الله يا رب رجعت لكم بفيديو جديد وممتع، وإن شاء الله يا رب يعجبكم. وأول ما نفتح الفيديو نصلي على محمد وآل محمد حتى تحل البركة علينا وعليكم. هنا بنات شفتون بداية الفيديو نظفت الثلاجة اللي كنت مخصصة مسواق، نظفتها وطلعت الشغلات اللي يعني ما احتاجها بعد. وهنا أنا اجيت من السوق عزلت المسواق بهاي الطريقة بالجرارة الأخيرة، مخلي الباذنجان والبوتيتة. وهنا هذا الخس نظفته وخليته بعلاقة. وهذا السلك طبعا أنا راح يعني استعمله، فقلت بين ما أخلص شغلي. وهنا بنات هذا هم القرنابيط هم نظفته وخليته بعلاقة حتى لا يتلف ويخرب عندي. وهنا صفطت المسواق بهاي الطريقة. هنا بنات كل ما يخلص عند المسواق كل 3 أيام، السوق قريب علينا كل 4 أيام كل أسبوع، يعني حسب المسواق ايش قد يطلعني. أنا عندي بالفريزر عندي دجاج، ويعني دجاجة مقطعتها ومنظفتها، وعندي هم لحم، فاحتاجيت اليوم لحم مثروم واحتاجيت هاي الدجاجة، ردت أسويها للغدا. وهنا بنات البصل الأخضر بعد ما عزلت المسواق وكملت. هنا بنات بديت أعجن تقريبا هنا الساعة 11 ونص الصبح. قلت خلي أعجن لين ما عندنا خبز، ما لحقت الصبح أعجن لين بين ما كفكفت البيت ورحت للسوق، وبعدين رجعت سويت ريوق فما لحقت. هنا بنات بديت أعجن حتى إن شاء الله أخبز وبعدين أبلش بالغدا. طبعا بنات خبزة البيت بها بركة مو مثل خبزة المخبز. خبزة المخبز بس تبات بالثلاجة أحسها ثاني يوم يعني تجلد، تصير ما شلونها حتى طعم ما بيها، مو مثل خبزة البيت قد ما تبقى بالفريزر بس تطلعيها وتحميها على الصوبة أو على الطباخ ترجع علينا وبها نكهة وبها طعم خاص. هنا بنات كملت العجين وغطيته ووقفته لحد ما يختمر. هنا جيت أنظف الاستقبال وأعزلها وأرتبها لين الجهال كانوا قاعدين بيها، وهي نظيفة. وقبل يومين أني منظفتها وفارشة فراش نظيف، بس مجرد يعني هيش تعزيلة بسيطة وأنكتهم وأرجع كل شي لمكانه. وبعدين أبخرها وأسد الباب أخليها تبقى نظيفة، أخاف يجينا خطار أو يجينا أحد. الحمد لله والشكر من خلصنا الامتحانات بعد معاناة وتعب، وتدرون بالضغط والتعب اللي نمر به خاصة وقت الامتحانات، يعني واحد حتى ما يلحق على شغل البيت. يعني ديك الأيام والله العظيم حتى ما ألحق يعني أنظف البيت التنظيف ذاك العميق، مجرد هيجي كنسة خفيفة مسحة خفيفة. فهسه من خلصت الامتحانات الحمد لله والشكر قمت مثلا إذا عندي فراش وصل غسلته، نظفت البيت، نزلت البردات، سويت النظيدة مالت الكنتور هم كانت يعني صار لي فترة ما مسويتها لين ملتهية بالمدارس. فشوي شوية لحد ما خلصت كل الشغل. هسه ان شاء الله منا وهيج بنات يصادف عندنا ان شاء الله شعبان وما بقى شي رمضان، ان شاء الله راح ننزل لكم فيديو او فيديوهات للتفريزات الرمضان، مثل السمبوسة الكبة، هواي شغلات احنا نفرسها بشعبان لحد ما يجي رمضان. وان شاء الله انزل لكم فيديو اذا الله راد. ومنه وهيش تدرون بعد الزيارة مالت الإمام موسى بن جعفر إن شاء الله هم نروح وندعي لكم إن شاء الله. من وراء الزيارة راح أنزل لكم فيديو وأنزل لكم التفريزات والشغلات اللي نحتاجها برمضان إن شاء الله. هنا بنات بديت أكنس بالزولية، قلت خاف بيها تراب خاف واقع شيء، مثل ما جاي تشوفون ما بيها هي أي وساخة ولا أي تربة، بس يعني تدرون خاف مثلا بيها تراب أو بيها وساخة كنسة خفيفة. وبعدين راح أكمل وأبخرها
ووسد الباب عليها، وهيك نظفت عندي الاستقبال وصارت جاهزة وعزلتها. هنا بنات بعد ما كملت استقبال اتجهت هنا للحولي، هم صاير هوسة والغرفة جوا بس عوسة يعني كنسة وترتيب، لأن صادف الجهال كانوا بعدهم نايمين توهم قاعدين. وهنا بديت أجهز بالغداء حتى إن شاء الله أصعد أخبز. هنا أكلة سريعة وبسيطة، لأن تدرون بيوم عندي سوق وعجن وخبز فما ألحق أسوي مثلا تمن ومرقة أو شغلات يعني ثقيلة. هنا مجرد هاي بوتيتة وبصل وطماطة، وراح أسوي دجاج بالفرن، أكلة سهلة وبسيطة وهم الجهال يحبونها. فقلت أخلي الدجاج يشوي على راحته بين ما أنا أصعد أخبز. هيك يعني اختصرت الغداء. طبعا بس أني والجهال، أبو الجهال ما موجود بالدوام، فهاي تقريبا ربع دجاجة أو نص دجاجة كلش كافي علينا، والحمد لله والشكر على النعمة. هنا بنات هاي هم طماطة راح أخلي وياهم وبتيتي. طبعا أنا عندي فلفل بس ما خليت، يعني ما أحب نكهة الفلفل ويا الدجاج، هيك كلش كافي. وهنا راح أخلي لهم البهارات اللي هو ملح ونامندوزي وبهارات الدجاج وفلفل أسود. طبعا هم لو يتبلون قبل بوقت يصيرون أطيب وأحسن، بس أنا قلت لكم على مود السرعة. وهنا راح أخلي الكاتشب الدبس الرمان وشوية معجون، ودخليتهم للفرن. وهنا بنات صعدت أخبز. يعني اختصرت لكم الفيديو اني على مود السرعة حتى لا يصير طويل ويصير ممل. هنا بنات قمت اخبز. وهاي الحنطة طبعا مو مالت الحصة، لا مالت الحصة طبعا تجي مو زينة هاي الفترة كلها، يعطون يعني الطحين مالت الوجبة او مالت الحصة مو زين، لو سيال لو ما ينخبز. فاني اجمعهم مال شهرين ابيعهم واشتري هذا الطحين التركي، طبعا مثل الصفر وبنكهة وطعم كلش طيب، وهم بيضة يعني إذا تشوفونها الحنطة بيضة مو سمرة. فيعني تبقى عندي مدة كلش طويلة. هنا بنات بعد ما كملت الخبز، وهنا هذا غدانا كمل والحمد لله والشكر. وإن شاء الله يا رب عجبكم الفيديو، لا تنسوني من اللايك والاشتراك. مع ألف سلامة، إن شاء الله يا رب أشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي، مع السلامة.